بإجراء تغيير تشمل يتحدث البشير في أحد خطاباته عن التغيير، كلمة تخطفتها الجماهير في المحيط الإقليمي السوداني، فأسقطت حكومات وأنظمة عربية وأحدثت فوضى عارمة في المنطقة. لكن التغيير الذي يقصده البشير هو ذاك الذي يبادر به المؤتمر الوطني الحاكم تحت ضغط شعبي وآخر سياسي من قبل المعارضة، بل أيضا من داخل حزب الرئيس السوداني نفسه. فلطالما بشر البشير بعهد سوداني جديد على وقع احتجاجات في الخرطوم ومدن سودانية أخرى راهن البعض على إسقاطها للنظام أو ربما تمنى. ومن عناوين التغيير في السودان حكومة جديدة تشكلت بدون الذراع الأيمن للرئيس ونائبه الأول علي عثمان طه، رجل يصفه البشير برأس الرمح وقائد التغيير في التشكيل الوزاري الجديد. وعدا استقالة النائب الأول التي أعلنها الرئيس السوداني، سيشغل المنصب ذاته الفريق أول بكري حسن صالح، والذي شغل مناصب مهمة في السودان خلال العقدين الماضيين، إلى جانب نائب آخر للرئيس هو حسبه عبد الرحمن، كما يساعده رجل آخر هو إبراهيم غندور. غير أن الشخصيات الثلاثة المعينة في قمة هرم النظام إلى جانب الرئيس البشير تمثل وجوها مألوفة لا يحمل الإتيان بها إلى تلك المناصب تغييرا جوهريا، فقد شغلت في السابق مناصب داخل الحكومات المتعاقبة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وكذلك الأمر بالنسبة لشخصيات حملت حقائب وزارية في الحكومة الجديدة. ويأتي هذا التغيير الحكومي في سياق أزمة اقتصادية خانقة يشهدها السودان، والتي خلفت موجة غضب شعبي في الشارع السوداني، كثيرا ما ترجعها الدوائر الحكومية في الخرطوم إلى مخططات خارجية. تنازلوا طوعا واختيارا. الرئيس البشير أقسم بعدم وجود خلافات أو صراعات وراء تنحي نائبه الأول علي عثمان طه، لكنه في المقابل تحدث عن مرحلة مقبلة على السودان تحمل معها تحديات صعبة من الداخل والخارج على حد سواء. وعلى الرغم من رفع البشير وحزبه الحاكم شعار التغيير، إلا أن فريقا من المعارضين للبشير لا يزال يؤمن بنوع وحيد من التغيير لا يخرج من رحم النظام نفسه ولا يأتي به السياسيون في المعارضة، كما هو حال حزب المؤتمر الشعبي الذي انفصل عن المؤتمر الوطني الحاكم أواخر القرن الماضي. على إسقاط الحكومة عبر ثورة شعبية.